الحيرة بعد الطلاق مش ضعف شخصية، وأوقات كتير مش حتى قلة ثقة، هي عرض جانبي لسنين طويلة من إرضاء مزمن. لما تبقي متعودة تسألي قبل أي قرار: هو هيزعل؟ الناس هتفهمني إزاي؟ أعمل إيه عشان محدش يتضايق؟ صوتك بيبقى دايماً آخر صوت في القعدة، ومع الوقت يوطى لحد ما توصلي اللحظة مش عارفة أنت عايزة إيه فعلاً. وده مش عيب فيكي، ده تدريب قديم على إن قيمتك مرتبطة براحة غيرك. وقت الاختيار جسمك بيتوتر، مش عشان القرار صعب، لكن عشان أي اختيار معناه احتمال حد ما يعجبوش، وده بيحرك خوف قديم من اللوم أو الرفض. فالحيرة هنا مش فشل، هي حماية اتعلمتيها بدري، بس يمكن دلوقتي مش محتاجة نفس الحماية. مش لازم تختاري اللي يريح الكل عشان تبقي إنسانة كويسة، ومش لازم تكوني واثقة 100% عشان قرارك يبقى صح. الجملة اللي تمسكي فيها: طبيعي أتلخبط وأنا بتعلم أحط نفسي في الحساب. أنا ندى. هنا بنفهم اللي جوانا الأول قبل ما نحاسب نفسنا عليه.